الاخت هنا أنا تريد تعرف بيش نفر الكباب وين؟ يا مطعم حجي كباب. تعالوا نفوت ونشوف بيش نفر الكباب. طبيت على المطبخ لقيت هسه لفات مال كباب، وهسه حقول لكم بيش نفر الكباب. هاي اللفه مال كباب سعرها 7.5، والنفر مال كباب بعد شوي حقول لكم بيش سعره. وهنا أنا خالد يسوي احسن خبز عراقي مال تنور ببرلين. شوف الابداع. هلا وهسه الخبزه مالتنا صارت بسم الله ما شاء الله خبزه عراقيه مال تنور تخبل وتجنن. انا بالنسبه لي من نجي هنا أنا اطلب هاي الوجبه شيش مال كباب على التمن، وقلت له داري لي اياها بالطماطم. هاي بيش سعرها، هاي سعرها 12 يورو. شنو يجي وياها؟ تعال اقول لك شنو يجي وياها. وهسه هيك اللوحه مالتنا الفنيه كملت بصراحه. هذا التمن وعليه شيش مال كباب، وهنا طرشي، وهنا شاي، وهنا شوربه مال عدس، ويجي وياهم خبز. ايش قد ما تريد اكيد من تخلص اكيد تطلب بعد خبزه يجيبوا لك اياها حاره. هذا كله سعره 12 يورو، وبصراحه كلش السعر حلو ومناسب. طبعا اول ما ابلش بالاكل احب اكل هاي اللقمه مال كباب، وبصراحه شكلها يشهي وكلش ذايبه ومايعه. حلقوم والله حلقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعم، واللي اجى جرب المطعم يعرف الطعم شنو. الاخت هنا أنا سالتني بيش نفر الكباب. سعر النفر مال الكباب ب 17 يورو، بس يجي بدون تمن. اذا حطيته وياه تمن يصير سعره 20 يورو. وطبعا ما اسولف لكم، لبن اربيل اضرب صدق على العالم. باع الرغوه وين صاعده يابا. هذا الشيش مال الكباب يجي وياه زلاطه، ويجي همينه وياه شوربه مال عدس، ويجي وياه شاي وخبز. سعره 9 يورو فقط. شنو هذا الرخص والدلال يا بعد روحي. يا مطعم الحجي هلا بيكم، تعالوا بالكود بوستور اشتراسه. وهذا النفر مال كباب يجي شيشين تمام، سعره 17 يورو. همين يجي وياه خبز وشوربه مال عدس، ويجي وياه شاي وطماطه همين شوي، واضرب ب 17 يورو فقط. هاي الوجبه مال الضلوع رقمها بالمطعم 51، هاي سعرها 10 يورو. يجي وياها خبز، ويجي وياها شاي، ويجي وياها همينه شوربه عدس فقط ب 10 يورو. الله يديم الرخص، وكلش سعرها مناسب. طبعا الحلو بهذا المطعم الشاي مالتهم ببلاش، بغير مكان بصراحه الشاي بفلوس. هنا تجي تصب اول شيء الشاي الاسود، وبعدين ترجعه، وبعدين تدير عليه شويه مي حار. وهنا صار عندك احسن قلاص او استكان مال شاي ببلاش. انا طبعا اشرب بدون شكر، اذا تحبون الشكر هذا الشكر موجود. وبصراحه مطعم الحجي عنده الاسعار كلش مناسبه. وش تريد بعد عيوني؟ نطق حتى عيوننا. هلا بيك.